هديه بعد ما زعق لي واتخانق معايا. هديه اللي جابها ايه ده؟ السحبة دي بكرة. ده بخور ده يا ولاد. ده عشاني؟ مين اللي جاب الحاجات دي؟ بابا اللي جاب. قلت لبابا جيب لماما مصحف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا جه بابا جه ورانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت اللي جايب الحاجات دي يا حاج؟ ايه رأيك؟ مش احسن من حاجة رمضان اللي بتتكلمي عليها؟ والله حلو، رضا من الله الحمد لله. الله. شفت بقى رمضان بيصوموا ويقرا قرآن وبخور ويسبحوا الله سبحانه وتعالى. بصي استنى، البخور ده بخور خليج. البخور ده يا حاج ماشي. بس جميل، ريحته حلوه قوي. وفي مصحف. بصي استنى، انت مش عندك مصحف زي ده؟ بصي مش في مصحف زي ده؟ في يعني انت ده جايبه لي انا؟ ده انت عندك مصحف فيك انت ده؟ فين يا رفيق المصحف التاني اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. ده بتاع بابا ده يعني انت جايب ده انت مشتري ده؟ يعني ده كان بتاعك، ده بتاعك انت خلاص. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بصي ما شاء الله ما شاء الله على المصحف. اللهم اكبر اللهم اكبر. بسم الله ما شاء الله. السبحه دي جميله، تسبحي بيها بقى. احلى من حاجات رمضان. طب وانا يا بنتي انا قلت حاجه يا بنتي؟ مش ده احسن من الطلبات اللي بتطلبيها والكلام اللي بتتكلمي فيه، الاكل والشرب، والناس بتصوم وتقرا قرآن وتسبح الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، وانتي بتفكري عايزه مش عارف فراخ وعايزه لحمه وعايزه مش عارف ايه فيليه وعايزه مش عارف ايه وعايزه ايه. طب هو انا يا حاج الحاجه دي مش في كل بيت الناس كلها بتجيب الحاجات دي، وانا بس اللي بجيبها؟ ايوه، ما هوش انت بس اللي بتجيبيها، بس مش بالمنظر ده. يعني الناس في ظروفها يعلم بها ربنا، والطلبات اللي بتطلبيها طلبات خارجه، يعني كميات ما ينفعش تيجي وتتخزن. نعمل حساب الناس التانية احنا نجيب الكميه دي وغيرنا وغيرنا وغيرنا، وفيه ناس اساسا ما تقدرش تجيب الكميه دي، يبقى الحاجه هتغلى والناس مش تعرف تعيش. حرام ولا حلال؟ لا هو انا مش يعني انا مش قصدي حاجه يعني. انت قصدك ولا مش قصدك احنا نعيش بالاصول وبالصح، ومره عدس مره فول مره مش عارف بصاره مره لحمه مره فراخ مره مش عارف ايه، هي الحياه تمشي كده. حلو رضا زيها زي رمضان زي شوال زي كل الشهور والسنه كلها زي بعضها، ما بتفرقيش ما بين تيجي شهر في السنه تجيبي استهلاك السنه كلها. مش استهلاك سنه، ما هو حرام ده. انا ما طلبتش حاجات كتير، انا ما طلبتش يعني انا قلت خزين يبقى في البيت، يبقى الحاجه موجوده في البيت. ده كده حتى بتدوا الفرصه للتجار انها ترفع الاسعار. ليه؟ علشان الطلب أنا على اساس موجود، على اساس ان الحاجه تبقى موجوده في البيت، لما نحب نستعمل الحاجه تبقى متواجده. الحاجه موجوده في السوق ما بتخلص. بس ده كلام. بس انت يا حاج تزعق لي، انا قلت لك عايزه حاجات في رمضان تقوم تزعق لي تقول لي هو ده الطبيعي. اقعدي عند امك وانا اشوف لي حته اقعد فيها. ما هو ده الطبيعي، الطلبات اللي بتطلبيها مش موجوده. لا دي ما فيهاش مناقشه، دي ما فيهاش مناقشه، فيها عقل. نفكر ازاي نتصرف وازاي نجيب وازاي نحافظ وازاي ما نديش فرصه للتاجر ان هو يرفع سعر على المواطن. هو احنا لما بنشتري الحاجه هو بيغلي ما هو طبعا لازم يغلي. انت بتروحي تجيبي كميات وغيرك 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 وغيرك. كميات هم 7 فراخ كميات. ما ايوه، في ناس بتروح تجيب فرخه، انت رايحه تجيبي 7. الفراخ انا لقيتها رخصت والناس بتاخد عشان رخصت. مين قال لك انها رخصت؟ فراخ ما رخصتش. فراخ بينزلوها النهارده 5 جنيه بكره بيرفعوها 10 جنيه. وحتى لو نزلت من البورصه نفسها بالتاجر بيرفعها. 75 وفي ب 72 الكيلو. في وهو 75 و72 دي رخصت. انا قلت هجيب 5 فراخ يكونوا موجودين في كرتونه البيض اللي ب 110 رخصت. كيلو اللحمه اللي ب 230 وب 250 رخص. مفيش حاجه رخصت، كل حاجه غاليه.
ماشي كنت تفهمني بالراحه، اقول لي هي دي مش محتاجه ان انا افهم، يبقى المفروض عندك عقل ربنا يديهولك تميزي بيه وتفكري بيه وتعمل حساب ان انت الكميات اللي بتطلبيها انت وغيرك بتجيبيها، فبتوصلي لمرحله مش حلوه. التاجر نفسه بيرفع السعر لدرجه ان هو الناس ما بتقدرش، في ناس غلابه مش قادره، في ناس ما معهاش. نعمل حساب للناس دي، نعمل حساب ان احنا نعيش زينا زي الناس. طب ما احنا زينا زي الناس. لا كده احنا مش زينا زي الناس. ازاي؟ لا، في ناس اغلب منا. انا ماليش دعوه بالراجل الغني اللي معاه اللي بيجيب ويخزن وياكل نص الاكل ولا ربع الاكل والباقي يرميه في الزباله. لا احنا ما بنرميش حاجه يا حاج. ما هو احنا برضو مش ما نجيبش الكميات بقى، طالما مش هنرمي في الزباله يبقى ما نجيبش. لو احتاجنا فرخه نروح نجيبها، احتاجنا لحمه نروح نجيبها، انما نجيب ونخزن. طب وطول شهر رمضان نجيب ازاي؟ مين اللي معاه 7-8000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا 5000 جنيه حتى يحطهم في حاجات اكل بس؟ هي مش هتوصل للدرجات دي، مش هيوصل لدرجه ان هم يبقى 7000 ولا 10000 جنيه. الطلبات اللي بتطلب هتدخلي السوق هتلاقي نفسك بتجيبي حاجات خارجه عن الورق اللي انت كاتباها، فده حرام من الاخر، حرام. انت بتصومي تذكري الله، ونعم بالله. طبعا ده اسمه شهر عباده مش شهر استهلاك واكل ومالي بطن. ما هي الحياه هي الطبيعيه. لا دي مش حياه، ده حياه الناس مش حياه ربنا ما قالش كده. خلاص يا حاج، اللي عايزه ربنا هيكون ان شاء الله. هنعيش زينا زي غيرنا واحنا عايشين الحمد لله الحمد لله. يعني مش يعني انا ما يعني انا مش لدرجه انت بتقول عليا انت ست مفتريه وتتخانق معايا وقلبت. هو مش هو ده مش افتراء، ده انت سوء. قلت لي كده. لا ده مش افتراء، ده اسمه سوء تفكير. ده سوء تفكير. انا لما اكون افكر بالعقل هريح وارتاح. بجيب حاجتي بجيبها على قدي، بجيب حاجتي على قد ظروفي، بجيب حاجتي على قد الوضع. على قدنا الحمد لله. انا ما قلتش حاجه. ربنا كرمني ب 100 جنيه، ال 100 جنيه هجيب بيها، ما اروحش انا استلف علشان اجيب كميه. مين قال هنستلف عشان نجيب؟ ما هي مش موجوده المبلغ اللي بتتكلمي عليه ده مش موجود. ما احنا مش هنستلف ولا الحمد لله يا حاج. خلاص انت المفروض كنت تفهمني بالراحه، تقول لي مثلا يا ناديه 1 2 3، لكن انت قلت لي لا الحاجه دي ما اعرفش، لا انت روحي ما اعرفش، عمال تتخانقي معايا وشديت معايا جامد والدنيا. ما اصل انا جاي من الشغل والعمليه اصلا ما انت تعرفي اصلا اللي بيحصل في الشغل ايه. 3 ايام يا حاج، 3 ايام من ساعه موضوع ان انا كتبت لك ورقه قلت لك عايزين فراخ وعايزين حاجات الخشاف. طب حاجات الخشاف ما فيش حاجه متواجده، وعايزين في الاخر تقول لي قلب عليا من ساعتها وما بتكلمنيش وتقول لي طب قول لي انا ما اعرفش، مش عارفه انا بصي هو ده اللي المفروض ان انا اجيبه، والمفروض ده ان هو ده اللي موجود في شهر رمضان، والمفروض اللي احنا نمشي بيه صلاة وصيام وذكر الله. الحمد لله ماشي. الحمد لله على كل يجيبه ربنا يرحمنا برحمته ويسترها واحنا ونصيبنا. يلا سلام عليكم. سلام.